الأردن. الأردن هو الوطن الذي حباه الله بقدسية يستمدها من أرضه التي باركها الله. لغته اللغة العربية التي تكفل الله بحفظها، وهو يحتضن أضرحة الصحابة والشهداء التي تحكي قصته كأرض للحج والرباط، وهو عظيم آل هاشم الأصهار. والأردن هو بلد الحضارات، ورسالته هي ذات المبادئ والأهداف والغايات التي اجتمعت عليها العرب. يحد الأردن من الشمال سوريا، ومن الجنوب والشرق المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر، ومن الغرب نهر الأردن وفلسطين، وإلى الشرق العراق. شهد منذ فجر التاريخ استيطانا بشريا، وقامت على عرضه ممالك وأمم سادت وظلت آثارها تشهد على عظمة الحضارات التي ازدهرت على أرضه. فقد منح موقع الأردن الجغرافي المتوسط والرابط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا دورا حضاريا وتاريخيا مهما كطرق للمواصلات التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وسيظل الأردن محافظا على هذا الموقع ويلعب هذا الدور مهما تعاقبت القرون وتطاولت الأزمان. في عام 1946 نالت المملكة الأردنية الهاشمية استقلالها، وكان الملك المؤسس عبد الله بن الشريف الحسين أول ملك عليها. وفي الثاني من أيار من عام 1953 اعتنى الملك الباني الحسين بن طلال العرش، قاد بلده للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مما جعل الأردن لواحة للتسامح والانفتاح والتعاطف. وفي عام 1999 فقد الأردنيون باني دولتهم الحديثة الحسين بن طلال الذي كان أبا وأخا وقائدا للشعب الأردني. وانتقلت الراية الهاشمية المعطاءة إلى الملك الشاب عبد الله الثاني بن الحسين ليواصل المسيرة في تحقيق منعة الدولة واستقرارها وأمنها ونموها وتطورها. جميلة.